كل 5 6 سنين كده بيجي موسم انتقالات يشقلب كيان الكوره. بيبقى موسم انتقالات مجنون بانتقالات غريبه جدا وصرف ملوش اخر. الموسم ده شكله هيبقى واحد من المواسم دي، بالذات في المهاجمين. انا بقول الانتقالات هتبقى انتقالات رهيبه بسبب اللي بيحصل لفرق كتير في اوروبا. الموسم ده عندك مثلا نيوكاسل اللي فجاه بقى اغنى نادي في العالم، تشيلسي بتدبولي بعد ما اشتراه، حتى بعد ما صرف مليار استرليني على لعيبه خلص في المركز ال 12 واكيد هيحاول يظبط ده. وعندك فرق ابتدت تتحسن وعايزه توصل للمرحله اللي بعد كده زي مانشستر يونايتد تحت تنهاج، او ارسنال بعد ما عمل فرقه عرفت تنافس على الدوري ولكن دلوقتي بقى محتاج يعمل فرقه تكسب الدوري. وطبعا ليفربول اللي محتاج خط وسط كامل علشان يرجع ليفربول بتاع اخر 5 6 سنين، مش ليفربول بتاع 30 سنه اللي قبلها. ريال مدريد بيخسر اهم مهاجم يمكن في تاريخه، وبرشلونه عايز يرجع اهم لاعب في تاريخه، وباريس سان جيرمان بعد ما خسر ليونيل ميسي هل هيخسر امبابي كمان؟ مش بقول لكم داخلين على كام شهر مجنون. هبدأ السلسلة دي بحلقة النهاردة اللي هتكلم فيها عن المهاجمين بس. تقريبا 95% من أندية أوروبا كلها محتاجة مهاجمين، فما ينفعش أبدأ كلامي عن المهاجمين من غير ما أتكلم عن كريم بنزيما. بنزيما اللي بعد 14 موسم و25 بطولة بيخلوه أنجح لاعب في تاريخ ريال مدريد بيسيب النادي، وشكله كده رايح الاتحاد السعودي والدوري السعودي اللي بقى بيلم كل نجوم العالم دلوقتي. طبعا الريال بعد ما خلص الموسم من غير ما يكسب لا الدوري ولا دوري الأبطال محتاج يعوض لاعب زي كريم بنزيما. كلام كتير ابتدينا نسمعه ان اللاعب ده هيكون كاي هافرتز. بصراحة لو الكلام ده حصل يبقى انا ما بفهمش في الكورة. كاي هافرتز لاعب عادي ومش هداف، واكيد مش ده اللاعب اللي يقود هجوم فرقه زي ريال مدريد. ففي رايي لو هيشتروه هيبقى كلاعب احتياطي للاعب الاساسي اللي هم بجد محتاجينه، واللاعب ده في رايي هو هاري كين. كل الكلام في دوري انجلترا الموسم ده كان عن هالاند وال 36 جون اللي جابهم مع مانشستر سيتي، بس لو جينا بصينا على هاري كين هنلاقيه في فريق سيء جدا زي توتنهام الموسم ده كين جايب 30 جون. هالاند عامل 8 اسيست وكين عامل 3 بس كين صنع ضعف عدد الفرص اللي هالاند صنعها لفرقته. فده معناه من الاخر كده ان هاري كين فرقته مش مساعداه تماما، ووجود هاري كين في فرقه زي سيتي او في الريال هيجيب اجوان اكتر بكتير جدا من اللي عملها الموسم ده. هاري كين كمان ميزته بالنسبه للريال ان طريقه لعبه قريبه شويه من بنزيما، يعني بيسقط كتير بيروح على الوينج كتير مش دايما قاعد جوه منطقه الجزاء، وده اللي هيسهل على الفرقه انها تتنقل من لاعب زي بنزيما للاعب زي هاري كين. ميسي هعتبره مهاجم، وميسي اخيرا هيمشي من باريس سان جيرمان. انا بقول اخيرا لان بصراحه بي اس جي حارمنا من ان احنا نتفرج على 3 لعيبه من احسن 3 لعيبه في العالم. ما حدش بيتفرج على الدوري الفرنسي، فاحنا بنشوف هايلايتس وبنشوفهم في دوري الابطال بس. هيروح فين بقى ميسي؟ شكل كل الكلام انه هيرجع اخيرا تاني لبرشلونه. ميسي عايز يرجع، النادي عايز يرجعه، جافي المدير الفني عايزه يرجع. المشكله بس عند الليجا، او خلينا نتكلم بصراحه المشكله بسبب اللي بارسا عمله في السنين اللي فاتت اللي خلى الليجا يمانع صفقه زي دي. عندي احساس انها في الاخر هتتحل، متوقعي ان ميسي هيرجع برشلونه بس هتاخد وقت. مانشستر يونايتد فرقه على وشك انها تتباع، يا اما لقطر يا اما لسير جيم راتكليف الانجليزي. مانشستر يونايتد بقاله كتير جدا بيدور على مهاجم. فاوت فيكهورست اللي جابوه اعاره الموسم اللي فات في الدوري كله ما جابش ولا جول، ومارتيال دايما مصاب. 2 لعيبه ينفعوا جدا مانشستر يونايتد، اولهم فيكتور اوسيمهين هداف الدوري الايطالي مع نابولي. لاعب نيجيري رائع قوي سريع طويل بيلعب بدماغه، في كل المقومات اللي تخليه ينجح فعلا في دوري زي الدوري الانجليزي. بس في صفقه تانية حب مانشستر يونايتد يعملها مش لاسباب كرويه ولكن لاسباب نكته شويه. كلنا عارفين ان دول اسكندنافيا متاثره جدا ببعض وعلاقاتهم قريبه جدا من بعض، فالنرويج بقى عندها لاعب طويل مهاجم هداف صغير في السن راح مانشستر اسمه هالاند. فالدنمارك برضو طلعت لاعب طويل مهاجم هداف صغير يمكن يروح مانشستر واسمه هويلاند، رازمس هويلاند مهاجم نادي اتلانتا في الدوري الايطالي. في كلام كتير انه يوصل لمانشستر يونايتد. ارقامه بصراحه لحد دلوقتي مش رهيبه ولكن لسه صغير في السن وعنده بوتنشال وسقف عالي جدا. قلت انا في الاول ان تقريبا معظم الفرق محتاجه تشتري مهاجمين وعدد المهاجمين اقل من الفرق دي، فالفرق الصايعه محتاجه تاخد مخاطره تدفع في لاعب يمكن ما يبقاش مضمون في سبيل انها تعوض النقص اللي عندها. اول مهاجمين من دول هو راندال كولومواني.
اللاعب الفرنساوي مهاجم لنادي فرانكفورت في الدوري الألماني، وصاحب أشهر فرصة ضايعة في تاريخ نهائي كأس العالم. كولو مواني عنده بصراحة كل المقومات اللي تخليه مهاجم رهيب في المواسم اللي جاية، ولسه صغير جدا في السن، ولكن مشكلته هي وجوده في الدوري الألماني. لو بصينا على هدافين الدوري الألماني الموسم ده، فكريستوفر نكونكو هداف الدوري اللي خلاص مضى مع تشيلسي جايب 16 جون بس. وهي دي مشكلة الدوري الألماني ومنتخب ألمانيا في العشر سنين اللي فاتت، باستثناء يمكن ليفاندوسكي وشوية أوباميانج. مفيش ولا مهاجم من الدوري الألماني نجح بشكل رهيب بره الدوري الألماني. تاني لاعب وعليه ريسك برضه هو اللاعب فلو بالوجان، لاعب أرسنال اللي كان معار الموسم ده لنادي ريم في فرنسا. بالوجان خلص الموسم رابع هداف الدوري الفرنساوي وهو لسه 21 سنة. ممكن حد يقول ايه ده اكيد مهاجم رائع، بالذات ان هو عمل الكلام ده في نادي مش قد كده. ولكن لو جينا بصينا هنلاقي ان تاني هداف الدوري الفرنساوي هو الكسندر لاكازيت، وجايب 27 جون في الموسم. لاكازيت لما كان في دوري انجلترا مع ارسنال برضه جاب 27 جون، ولكن جابهم في الثلاث مواسم. فهل بالوجان كويس يرجع ارسنال او حتى يبيعه ويعمل منه مكسب رهيب، ولا الدوري الفرنساوي هو اللي مش قد كده؟ اكتر لاعب بقى عاجبني في الليسته دي ويمكن المخاطره فيه اقل منهم كلهم هو اللاعب اولي واتكنز، مهاجم وهداف نادي استون فيلا. اولي واتكنز بصراحه كمهاجم بيعمل كل اللي اي فرقه ممكن تبقى محتاجاه في الكوره، بس يمكن ما ينفعش يبقى مهاجم اساسي للنادي. فبصراحه بالنسبه لي انا احب جدا ارسنال يبيع بالوجان ويبيع ايدي انكاتيا ويجيب واتكنز كاحتياطي لجابرييل جيسوس. بس يرجع بقى هنا اللاعب، هل يحب يبقى اساسي في فرقه نص نص، ولا يبقى لاعب احتياطي في فرقه بتلعب في دوري الابطال وممكن بتنافس على الدوري؟ احسن لاعب بقى في اللعيبه اللي عليها مخاطره هو ايفن توني، مهاجم برنتفورد. بصراحه مهاجم مش عادي، ولكن مشكلته انه موقوف 8 شهور علشان بيراهن على الماتشات. مش باي ماتشات، هو بيراهن على ان فرقته برنتفورد كانت تخسر، وعمل فوق ال 10 مليون استرليني مكاسب من المراهنات دي. فاتحاد الكوره وقفوا 8 شهور، ولكن الميزه في الكلام ده ان ممكن فرقه تجيبه دلوقتي برخص التراب ويبتدي يلعب لها من يناير الجاي. شوفوا كل الكلام اللي اتكلمت عنه عن المهاجمين ده كلهم كانوا مهاجمين صراحه سترايكرز، يعني ما جبتش انا سيره اي لاعب وينج، لان بصراحه كل اللعيبه الوينجات الجامده مضت وقاعده في نواديها. فينيسيوس جونيور، رودريجو، ساكا، مارتينيلي، راشفورد، رافائيل لياو، اي لاعب وينج شادد انتباهنا الموسم اللي فات قاعد وماضي عقد جديد مع ناديه ومش هيتنقل. الا 3 لعيبه كده نحط عيننا عليهم. اول لاعب هو اللاعب النيجيري تشاكويزي اللي بيلعب في فيا ريال، وفي كلام ان ريال مدريد ممكن يبقى عايزه كاحتياطي لواحد من الوينجات اللي عنده. في 2 بقى اقوى منه. اول واحد اللاعب مايكل اوليزي، الوينج اليمين بتاع كريستال بالاس، اللي الموسم اللي فات بقى اكتر لاعب تحت سن 23 سنه يعمل اسيست لناديه مع بوكايو ساكا لاعب ارسنال. ولكن اوليزي عمل عدد الاسيستات دي لفرقه جابت ربع الاجوان اللي ارسنال جابها، فتخيلوا كده بفرقه اقوى هيعمل ايه. واخر لاعب، وبصراحه لاعب شكله هيطلع خطير، هو اللاعب الهولندي جافي سايمونز، هداف الدوري الهولندي مع بي اس في، عشان يبقى اصغر لاعب يبقى هداف الدوري الهولندي من رونالدو لما برضه كان في بي اس في. في كلام ان ارسنال عايز جافي سيمنز، بس بما انه هولندي فكلنا طبعا عارفين هيروح فين في الاخر. بالظبط مانشستر يونايتد. مش قلت لكم ده موسم انتقالات المهاجمين؟ وكل ده ولسه اكيد في مفاجآت هتحصل. واشوفكم الحلقه الجايه واحنا بنتكلم عن لعيبه خط الوسط.